محمود الجمل او امنيه القوه من اكتر الناس اللي بتنزل فيديوهات على اليوتيوب. تحس ان هم مهكرين اليوتيوب وخوارزميات اليوتيوب. ممكن ينزلوا في اليوم فيديوهين ثلاثه، العيله بتاعتهم كبيره، بينزلوا على كل فرد من افراد العيله فيديو، لدرجه ان انا شكيت فيهم اللي هم ذكاء اصطناعي. انت فاهم ايه؟ يا صاحبي مش ناس عاديين. طب هيصوروا امتى؟ هيمنتجوا امتى؟ كل يوم بينزل حلقتين. محمود الجمل ده مستر بيست بس بتاع مصر، هنا فرع مصر. ازيك؟ انا ابو الكرم وده فيديو جديد. طب انت ايه السسبنس اللي انت عامله لي في الاول ده؟ ليه عامل لي امنيه قوه نازله بسلو موشن وتحسسني ان في عظمه جايه كده، وحاطط موسيقى حزينه؟ شاهد امنيه القوه الفتاه التعيسه جدا في حياتها، تمشي ببطء ويملا قلبها الحزن. أمنية؟ ايه ده؟ في حاجة أنا مش فاهمها كده. ايه يا اسطى اللي مش فاهمه؟ واحدة نازلة من البيت عادي، ايه اللي ما انتش فاهم؟ ايه الغريب في الموضوع يعني؟ ولا اي تساؤلات وخلاص يعني؟ أمنية بقالها يومين هي اللي بتروح تجيب فطار وندى ما شفتهاش. أنا كده قلقت عليها، يمكن تعبانة. يا اسطى عادي يا اسطى، ايه اللي فيها؟ اختها الصغيرة وتنزلها تجيب فطار، انا اخواتي الكبار بينزلنا اجيب فطار، ايه اللي فيها؟ ايه الغريب في الموضوع؟ عايز افهم. اي سسبنس وخلاص يعني ولا ايه؟ أنا راح أسأل أمنية أقول لها مالها، أنا مش قادر أستحمل. بص، سلو موشن اوفر على اي حاجه. سلو موشن يا عم، خف شويه. ايه يا صاحبي؟ انت في مسابقه جري ولا يا صاحبي؟ ايه الجري ده؟ كنت عايز أسألك سؤال. بإذن الله تبقي دكتورة، بإذن الله تبقي مهندسة. يا عم ايه شغل الشحاته دي اللي شفت انت لما حد بيطلب منك حاجه يقول لك والنبي جيب جنيه بيه، يا رب اشوفك دكتور، يا رب اديله 2 جنيه امنيه. بس أنا عايز أسألك سؤال بس يا سماحة، استني بس. هي ندى مالها؟ طمنيني عليها، أمانة عليك. ليه بقى أنت بقالك يوم بتروحي تجيبي فطار وهي لأ ما بتنزلش؟ أنا ما شفتهاش. يا اسطى عادي يا اسطى، ايه الغريب اللي فيها يعني؟ ايه اللي فيها؟ عادي اختها الصغيره وبتنزلها، ايه المريب في الموضوع؟ بإذن الله تبقي دكتورة قد الدنيا. هو ايه علاقه الدكتوره بالحوار؟ انا عايز افهم يعني. لو بقت دكتوره هتتجوز اختها مثلا ولا انا مش فاهم؟ لو سمحت يا استاذ احمد، ما ينفعش كده. ماما قالت لك ان احنا جيران وما ينفعش حضرتك ده استاذ ازاي يعني؟ ده هيئه ابراهيم الابيض، ده استاذ ازاي؟ لابس سلسله وعليها مش عارف اسم ايه وكاتب له وشم على ايده وبتاع، ده استاذ ازاي؟ تقول له يا اسطى يا صاحبي؟ ده ما تقولوش استاذ خالص، ده وقفني في الشارع. أمانة عليك. طب تقولي لي بس كويسة ولا مش كويسة؟ طمنيني عليه، مش عايز أعرف حاجة تانية. يا استاذ احمد عيب يا استاذ احمد عيب. أمانة عليك، قولي لي كويسة ولا مش كويسة؟ أمانة عليك. يعني انت لما تلف لها اللمه التانيه كده يعني هتقول لك انت يا ابني انت رخم ليه؟ انت مالك؟ ما تسيبها يا عم في حالها. يا استاذ احمد بإذن عيب. الله تبقي دكتورة. ماما قالت لك ان احنا جيران وعيب اللي انت بتعمله ده. أمانة عليك. قولي لي، أنا عايز أعرف بس أمك رد عليا بس، قولي لي كويسة بس وهمشي على طول. على فكره بقى يا استاذ احمد، انا هقول لماما عليك يا استاذ احمد عشان ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. أستاذة أمنية يا ابني طب ما انت بتلف على شوارع مصر كلها عشان تعرف ندى مالها؟ يا عم خلاص يا عم، زهقتنا يا عم. أمنية بس فهميني، أنا عايز كلمة واحدة بس هتقولها لي وهمشي على طول. قولي لي ندى كويسة ولا مش كويسة؟ ها؟ أستاذة أمنية أمانة عليك. ها؟ يا ابني انت عبيط، انا بنقي خيار مش فاضي لك دلوقتي. ندى مين وبتاع ايه؟ بإذن الله تبقى دكتور قد الدنيا. انا عايز افهم ايه علاقه الدكتوره يعني طب ما تقول مثلا يا رب تبقى مهندسه، يا رب تبقى اي حاجه كبيره، ليه يعني الدكتوره مالها يعني؟ أمنية ردي عليا، طب قولي لي كويسة، طمنيني عليها. طب هي بقالها يومين ما بتنزلش ليه؟ فهميني بس. ها؟ بص أنا عايز أقول لك على حاجة، بإذن الله لما تكبري كده وتبقى عروسة قد الدنيا كده هسيبك بالدنيا بتاعتك. أمال إيه؟ ها؟ وانت تحس اللي هو عارف في ثالثه ابتدائي يلا هربان من الحضانه وقاعد عمال يلف وراهم وعمال يقول لها هات لي حاجه حلوه والنبي يا ماما، هات لي حاجه حلوه. ايه يا ابني الرخامه دي؟ ده أمنية أمانة عليك. طب رد عليا بس قولي لي كويسة عشان آخد بعض وأمشي أنا. خلي بالك أنا قلبي موجوع عليها، خلي بالك. طمنيني عليها أمانة عليك.
بالله عليك انت طمنيني. بتعمل ايه يا اسطى؟ انت عملت ايه بالظبط؟ قول لي بس، ده تحرش ده ولا ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ قولي بس كويسه كده امنيه. اصلا انت هتلف في مصر بقى تقول لها قولي لي كويسه ولا مش كويسه؟ ما خلاص يا اسطى، هو محتوى الفيديو كله عباره عن ندى كويسه ولا لا؟ يا عم وحشه، يا عم وحشه، صدعتني انا. واخد بالك انت من الموسيقى المؤثره اللي حاطينها دي؟ عايزين نشوف لك كم العناء والشقاء اللي هو بيعانيه عشان يعرف ندى مالها ولا لا. شايف؟ دي الفكره بقى. الله. كده امنيه بس يا امنيه خليك. لا يا استاذ احمد كده كتير بقى يا استاذ احمد، عيب كده على يا اسطى يعني انت لفيت معاها مصر كلها ورجعت بقى لحدات البيت وعايز تعرف ندى مالها؟ طب ما كنت تقول لك يا اسطى ندى مالها في سبيل ان انت تروح تجيب الخضار وتسيبها هي قاعده، تروح انت هات الخضار وسيبها، وكنت تقول لك يعني ليه اللفه دي كلها؟ وقسما بالله العظيم قايله لماما ما ينفعش كده بقى. طب لو قلت لماما هتطمني عليها، انا بقول لك كلمه واحده بس تقولها لي، قولي لي ان هي كويسه مش عارف حاجه تانيه. امنيه امنيه بالله عليك امنيه، انا مش عايز منك حاجه بس غير ان انت تطمنيني. يا اسطى انت قدام البوابه خبطت عليها قلت لها ندى وردت عليك، هتعرف ان هي كويسه. بس ايه الاوفر ده كله؟ قولي لي كويسه مش عارف حاجه منك تاني. يا استاذ احمد عيب بقى كده يا استاذ احمد، عيب والله بقى. طمنيني عليها بس، قولي لي كويس اخد بعض وامشي على طول كان من الاول. لو سمحت امشي، لو سمحت بقى انا عايزه ادخل بقى، لو سمحت امشي. عيب. يعني انت مش هتقولي لي كويسه ولا لا ومش هتطمنيني عليها ومش هتريحها قلبي؟ قلب القلب نار ده مش هتريحها. يا اسطى انت خلفتها ونسيتها يا اسطى بس. يا بنتك وتاهيه منك. ايه الحب المبالغ فيه ده يا اسطى؟ روق كده يعني اصل امنيه. طب قسما بالله العظيم لا قايله لماما بقى، والله لا قايله لها. طب اقول لك على حاجه بقى، عارفه لما تكبري مش هسيبك بالتنيه بتاعتي، واقول لك حاجه كمان، ولا تطلعي دكتوره ولا تطلعي مهندسه عشان انا مش راضي عنك. يعني هو مفيش وظائف؟ يعني مع احترامي للمهندسين والدكاتره، يعني مفيش وظائف غيرهم في الحياه؟ ممكن تطلع مدرسه، ممكن تطلع اي حاجه ثانيه. يا عم انت ليه ماسك على المهنه دي بالذات يعني؟ لو وصلت معايا لحد دلوقتي تشيل بقى اللايك والشير سبسكرايب وتروح على الانستا، عشان الانستا مفيش حد بيتابعني عليها خالص. يا امنيه اهو. مالك يا حبيبتي؟ في يا امنيه مالك يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ مالك زعلانه كده ليه؟ الحقيقه يا ماما، الحقيقه في واحد سرسجي لف بيها شوارع مصر كلها عمال يقول لي ندى مالها حلوه ولا وحشه، وانا مش عايز اقول له. تصوري مالك يا بنتي؟ فيكي ايه؟ مالك يا امنيه؟ فيكي ايه؟ ماما ما ينفعش كده بقى يا ماما. هو ايه اللي ما ينفع يا ماما؟ هو ايه اللي ما ينفعش يا بنتي؟ فهميني، انا مش فاهمه اي حاجه خالص، فهميني ايه اللي ما ينفعش يا ماما. استاذ احمد يا ماما زودها قوي معايا يا ماما. انت لسه مصر على ده كله؟ ده استاذ احمد يعني استاذ في ايه؟ نفسي افهم. استاذ في الغلاسه. استاذ احمد عمل ايه يا ماما من ساعه ما نزلت يا ماما لحد ما رحت السوق وانا راجع من السوق وهو ماشي ورايا وعمال يقول لي هي ندى كويسه طمنيني عليها والنبي طمنيني عليها. طب ما انت كنت ممكن تخلصي نفسك من كل ده بدل الزن ده كله. قولي له كويسه بس كلمه، يعني الكلمه دي مثلا اللي هتتعبك قوي يعني، كنت تخلصي ورايح دماغك. عمال يكلمني وانا اقول له عيب ومش عايزه ارد عليه يا ماما، وكل الناس عماله تبص عليا يا ماما ومستغربه يا ماما. ماشي وراكي من هنا للسوق لحد يا ماما قبل ما ادخل عندك يا ماما، هو عمال يكلمني وانا اقول له عيب وهو مش راضي يسيبني. لا دي مش اصول جيره كده، ما يصحش. استهدي بالله يا حاج، استهدي بالله. تديله في وشه بالمغرفه ولا لو انت هتطلعي السكينه تخلصينا منه؟ المغرفه؟ لا انا عايز حاجه اكتر من كده. زحمه. لا يا ماما هتعملي ايه يا ماما؟ سيبيني يا امنيه. لا لازم اوقف عند حد يا بنتي. سيبيني يا ماما. لا سيبيني يا امنيه. سيبيني يا امنيه. انت ايه يا اسطى يعني؟ انت ده كله قاعد هنا قدام الباب يعني؟ انت اللي مقعدك هنا قدام يعني؟ نفسي افهم انت بتحلم بيها ولا ايه؟ سايبينك غرقان في حبك هنا يا اسطى ولا ايه؟ يا اسطى دي نومة واحد يا اسطى بيحلم يا اسطى، مش نومة واحد. يعني انا عايز افهم يعني انا يعني بعد ده كله انا هقعد اعمل ايه مثلا؟ هقعد انا هعمل؟ طب ما تمشي يا اسطى، امشي. يعني انت مستناها لما تطلع تضربك يعني؟ اهدي يا ماما بس. استاذ احمد اخر مره هحذرك، انا بناتي خط احمر، فاهم ولا مش فاهم؟ يا امي
يا ام بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا عايز اقول لك بس ندى كويسه ولا لا؟ بس وهمشي على طول. بس انا عارف ان انا رخم، بس انا رخم برضه، عايز اعرف هي وحشه ولا حاجه. عايزين نفتحوا الشقتين على بعض. شايف يا اسطى من كتر حب فيها كاتب ندى، حاطط بتاع اللي هو اللزقه اللي ب2 جنيه اللي بتتحط على الايد ده، عاملها تاتو على ايده. يا مثال للحب العظيم يا هتفتحهم على بعض يلا، ما تقول لنفسك وشوف انت بتكلم مين. امانه عليكي ما تجرحيني، كفايه اللي انت جرحتيني اول مره. انا عايز افهم يا حاجه، يعني انت بالمغرفه اللي انت ماسكاها دي كده هيخاف بيها مثلا؟ يعني انا قلت هطلع لي بسكينه، انت خدت بالك مقوره تخوف شويه، انما ايه اللي هخوف في مغرفه الشوربه اللي انت ماسكاها ده حضرتك يعني؟ يا ابني انت جيت طلبت بنتي وانا رفضت، خلاص الموضوع وانتهى، عاوز ايه تاني بقى؟ مش عارف يا امي، مش عارف اطلعها من قلبي. بقول لك ايه الكلام ده مش معايا، وقلت لك اعمل حساب لاصول الجيره اللي ما بيننا. والله انا ممكن ابهدلك، بس انا شايله ذنب 3 اخواتك البنات دول. طب انا والله العظيم انا عامله حساب لامك وابوك الله يرحمهم. في ايه غير كده هبهدلك. في ايه؟ يعني انت الدنيا مقلوبه بقالها ساعتين وانت لسه طالعه، الباب مفتوح اصلا، يعني اللي نايم يصحى ولسه طالعه تقولي في ايه؟ صح النوم يا حاج. بقولك يا سلمى اخوكي لما بعدش عن بناتي انا بهدلكوا يا بنتي. يا امي حاضر يا ماما، خلاص يا ابني. انا متبهدل يا امي، متبهدل في حبها، بحبها والله يا جوزالي. انت يا واد بجح يا واد، ما عندكش ده. يا ست اديله بالمغرفه دي على دماغ، اديله خلينا نخلص، اديله ده رخم قوي. وانا لو جيت جنب بناتي تاني انا هاكلك باسناني، والمره دي طالع لك بالمغرفه، المره الجايه هتقولي في رجلي. برضه يعني انا قلت انت هتطلعي بالسكينه بقى المره الجايه بحاجه هتخوف باللي في رجلك. يعني انت الحاجه مسالمه قوي يا جدعان، الحاجه طيبه والله. في ايه؟ خلاص يا ماما، اخر مره هحذرك، بناتي خط احمر، ولو جيت جنب بناتي تاني انا هاكلك باسناني. فاهم ولا مش فاهم؟ حاضر يا ماما، اللي انت عايزاه عليك عليا انا اسف. انا اخوكي يا طيب، والله بتكلم معايا والله يا بنتي، انا عامله لكم انتوا حساب وعامله حساب لابوكي وامك الله يرحمها. عارفه والله غير كده هبهدلك. خلاص يا ماما يلا. طبعا هو هنا بقى ايه، قاعد مصدوم يا عيني، خد الصدمه، خدها في وشه وردت في قفاه، خد الصدمه بجد. عندهوش دم. انا كنت طالعه لك يا ماما، انا كنت خايفه. لو كنت طلعتي ما كنتش سبتك يا ندى. وبعدين بقى قولي لي من هنا ورايح لو خبيتي عليا حاجه احمد ده بيعملها معاكي مش سايباكي يا ندى، فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر يا قولي لي بقى بيعمل. هي دي بقى الندى اللي قلبين عليها الفيديو كله. ما هي كويسه يا عم، هي واقفه اهي يا عم، امال في ايه؟ بيمشي وراكي كده زي ما ماشي ورا اختك، بيفرج عليك الناس في الشارع فرحه وفي الجايه، وانت ما تقوليليش يا ندى ينفع كده؟ انا اسفه يا ماما. ده بارد وما عندهوش ده. انا مش عارفه جايب البجاحه دي منين بس. طب خلاص بصي يا ماما، اهدي بقى يا ماما خلاص. انا المره دي طلعت له بالمغرفه، المره الجايه والله بالشبشب. برضه يا ست تطلع بحاجه عنيفه، نفسي تطلع بحاجه ايه المميز في المغرفه والشبشب مثلا؟ هيعوروه. شبشب ايه يا ماما ده؟ انت طالعه تضربيه بالمغرفه؟ ما انا بقالي ساعه عمال اقول كده، ايه المخف في المغرفه؟ ايه ده يا ماما ده؟ ما انا يا بنتي استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. دي سيليكون يا ماما، ما بتعملش حاجه دي. بالظبط ده اللي بقوله بقالي ساعتين، انت لسه مدركين دلوقتي؟ بنتي ما هو اختك جت حكت بصراحه فورت دمي، وانا مش عارفه اعمل له ايه، ده هو طلع له ازاي، ومش عايزاه كمان يستضعفنا عشان احنا ستات. ايوه يا بنتي لازم يعرف بقى ان انتوا معاكم هنا راجل، واي حاجه انا اللي هقف له، وهو عشان تكوني فاهمه لسه ما شافش مني الوش التاني. ما خلاص يا حاج، هو دخل خلاص عرف غلطته، انت ليه لازم تسمعي الجيران اللي في الدور العاشر فوق؟ خلاص هو عارف غلطته خلاص. هروح احضر لكم فطار بقى عشان انا كده بذلت مجهود جامد. يلا بالمغرفه يا ماما. بالمغرفه. عايزاكي في الاوضه، ها؟ تعالي. هي سبب المشاكل دي كلها، خدت بالك؟ لو كانت قالت له كلمه بس من الاول كان الفيديو خلص. شفت بقى؟ ايه يا عم؟ ايه اللي انت عملته فينا ده؟ عاجبك كده اللي حصل يعني؟ ما انا متبهدل في حبها برضه يا اخي ما هم مش عايزينك، لو عايزينك كانوا فتحوا لك الباب يا اخي. متبهدلني اكتر من كده ايه؟ طب فاهمين يا سلمى طيب؟ انا فاهمك يا اسطى، انا فاهمك يا صاحبي، انا فاهمك بالتاتو اللي انت رسمه اللي مش لاقي على شخصيتك خالص، انا فاهمك. قولي لي اروح المستشفى انا اغير دمي؟
امد ايدي بقلبي كده اطلعها انساها طب ازاي؟ وايه ليه ايه الدم ده؟ ايه علاقه الدم ده كله بالحب يعني؟ ده عنوان للوفاء يعني؟ فاهمين يا مرلوز، فاهمين يا حسن، قولي لي بس اطلعها ازاي من قلبي؟ يا احمد يا احمد خلاص بقى انساها يا احمد، ده مش ليك يا احمد والله مش ليك. صدق انت لسه؟ مش بغلس عليك. لا والله العظيم هي والله بهدلتنا يا احمد كلنا اهو، عايز ايه تاني؟ خش اعمل كوبايه قهوه، خش. انت غلسه كل ما تبني تقطمني كده. وبس يا سيدي، وكده تكون الحلقه بتاعتنا خلصت. وفي النهايه انا مش قصدي اتريق على اي حد او اقلل من اي حد في الفيديو، بالعكس انا بنضحك يعني مع في الفيلم كده عليه مع بعضنا او في المسلسل. وما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.